مساء الخير اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جبت لكم مراجعه كامله ريفيو عن فندق بالينا بارادايس ابو سوما، او ليه اسم تاني بارادايس سوما باي، واسمه القديم سوليمار سوما باي. ايا كان سوليمار او بارادايس ابو سوما او بالينا بارادايس سوما باي، فكلها هو نفس المكان اللي انا روحته وزرته، وهقول لكم رايي فيه بكل صراحه ووضوح، بكل المميزات وكل العيوب وكل حاجه بالصور وبالفيديوهات. كل حاجه في الفيديو، من اول الريسبشن والمقابله، من اول مساحه الفندق، من اول الغرفه، هقول البول، البحر، البار، المطعم، كل حاجه في الفندق ممكن تتخيلوها عايزين تعرفوها هجيبها لكم في الفيديو ده بالتفصيل الممل، وهقول لكم تقييمي في كل حاجه هديها كام من 10. الفندق بيقدم خدمه مقابل المال حلوه جدا، يعني القيمه الماليه اللي انت هتدفعها في الفندق هتاخد بيها وهتبقى راضي بيها جدا بصراحة عن الخدمة اللي هتاخدها في الفندق دوت. وكل حاجة انا جايبها لكم في الفيديو دوت، حتى تعليقات الناس اللي راحت الفندق كلها جايب لكم برضو صور من التعليقات من على البوكينج وتريب ادفايزر والتريفاجو وكل حاجة. تابعنا لاخر الفيديو لو انت مهتم وعايز تروح فندق سعره رخيص وتاخد مميزات فنادق كبيرة، يبقى انت لازم تشوف الفيديو ده وتتابعنا للاخر. ولو اول مرة تشوفنا ما تنساش تنزل دلوقتي تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجه حابه اتكلم عليها هي الريسبشن والاستقبال. اول ما دخلت بصراحه قابلت استاذ عبد العزيز، ده اللي كنت بشوف على طول الناس عنه في الكومنتات، وفعلا الناس طلعت ما بتبالغش. استاذ عبد العزيز فعلا من الطف الناس اللي ممكن تقابلها في الفندق دوت. شخص جميل جدا، على طول ابتسامته على وشه، بيتعامل بروفيشنال، ما بيميزش ما بين اجنبي ومصري. هو الفندق كله بصراحه ما بيميزوش ما بين اجنبي ومصري. دخلت بقى الغرفه ومن هنا ابتديت اتفائل شويه. اول ما دخلت الغرفه طبعا حسيت ان هي للوهله الاولى ان هي غرفه صغيره. حسيت ان هي مش حلوه، وكنت عايز انزل اغيرها. بس مجرد ما قعدت فيها شويه لقيتها بامانه بصراحه يا جدعان، انا نزلت فنادق كتير، من اكتر الغرف اللي حبيتها. يعني انا حسيتها ريحه حلوه كده واتبسطت فيها جدا وما كنتش عايز اخرج منها. كنت بحب اقعد في الغرفه، يعني لما كانوا بيقولوا لي يلا نطلع الاوضه كنت اقول لهم يلا بينا. انا كنت من نفس المتعه بحب اطلع اقعد في الاوضه. الاوضه كانت مريحه جدا، المراتب كانت جديده، لحاف جديد جميل، المخدات كانت مريحه جدا للراس، التكييف كان حلو قوي، اللي انا كنت احب اظبطه على حاجه كان بيديني الحاجه اللي انا عايزها. الحمام كان كبير وحلو ونضيف، الشاشه حلوه وفيها قنوات كتير قوي تقعد تقلب زي ما انت عايز، الدولاب مساحته حلوه وفي خزنه برضو في الاوضه حلوه جدا من كل حاجه ومش ناقصه اي حاجه. طبعا التلاجة موجوده بيحط لك فيها الميه بتاعتك، الدولاب برضو حلو، كل حاجه حلوه. الغرفه انا مش شايف فيها عيب خالص، مش هقدر اقول عيوب على الغرفه. كمان الفيو بتاعها كان حلو، الفيو بتاعها كان بيبص على البحر وبيبص على مساحه شويه كده من الفندق، وكان موقعها حلو جدا. يعني انت تنزل خطوتين تبقى في البحر، خطوتين تبقى في البسين، خطوتين تبقى في المطعم، خطوتين في كل حاجه انت عايز توصل لها. فبالنسبه للغرف انا بقيم الغرفه بديها 9 من 10. انا يمكن الدرجه دي انا نقصتها عشان حاجه، كان في عيب وحيد شفته في الغرفه، ان هما كانوا كل يوم بيحطوا لنا ازازه ميه واحده بس. فانا حسيت ان ده كان قليل قوي، كان المفروض، طبعا انا سالت لقيت الغرف كلها كده، بس دي مش حاجه كويسه. يعني المفروض على الاقل ازازتين، مش هقول لكم 3 و4، بس على الاقل ازازتين. احنا كفردين الازازه ما بتكفيناش، يعني انا لوحدي ممكن كنت اشربها في اليوم الازازه دي. فانا اكتر حاجه ما عجبتنيش موضوع الازايز، لكن الغرف كانت كل يوم بتتنضف وكل يوم بيغيروا الفوط وكل يوم بيغيروا كل حاجه في الفندق في الغرفه، كانوا بينضفوها ويخلوها كل يوم كاني لسه مستلمها.
تاني حاجة بقى في الفندق عجبتني جدا هي البحر. البحر من أحسن مميزات تشوفها في الفندق، أنا بديله 10 من 10. البحر أول ما بتنزل من أي غرفة في الفندق، والفندق مساحته حلوة جدا، فأنت أول ما بتنزل من أي غرفة بتوصل للحاجة اللي أنت عايزها بسرعة. اول ما تنزل من الغرفه بتمشي خطوتين تلاقي نفسك على شاطئ رملي جميل جدا. البحر حلو قوي، شكل الشمسيات والشезлونجات كتير حلوه. الفندق ما يعني الاجانب كانوا عاملين حاجه وحشه كده، كانت كلهم حاجزين شезлونجات. يعني انا رحت لقيتهم في ناس تقريبا قاعده بال20 يوم وال30 يوم، فحاجزين كلهم حاطين في وطا مع الشезлونجات وقاعدين حاجزينها. بس برضه كنت بلاقي مكان حلو وصف اول على البحر، وكنت بقعد بستمتع جدا بمنظر البحر وريحه البحر وهواء البحر. المايه كانت جميله جدا وامان جدا للاطفال. يعني انا بنوتي سنه ونص وكنت بنزلها وعايزه تنزل لوحدها، كانت بتقول لنا اوعوا سيبوني، عايزه تبقى لوحدها، هي مطمنه وقاعده لوحدها في الميه، هي وكل الاطفال. يعني انا كنت شايف الاطفال كلهم مبسوطين وكلهم قاعدين في الميه وفرحانين جدا. كانت تعرف ناس معايا في الرحله ما بينزلوش بحر، نزلوا بحر عشان البحر ده يشجع اي حد ان هو ينزل. فالبحر كان جميل جدا، من احسن الحاجات اللي تلاقيها في الفندق دوت. وكل الناس حتى الاجانب كانوا مجمعين ان دي احسن حاجه موجوده في الفندق. فانت البحر ده اوعى يفوتك البحر لو رحت، اوعى تروح البسين وتسيب البحر. البحر من الحاجات المهمه جدا اللي هتستمتع بيها جدا زي ما هنشوف في الصور. شاطئ رملي، اطفالك يلعبوا على الرمل براحتهم، ينزلوا الميه براحتهم، في طول ليك وكل العيله فيها ليها طول، والبحر امان جدا. وطبعا في فريق قاعد بياخد باله من الناس كلها عشان لو في حاله غريبه بعد الشر على حاجه. النقطة اللي جاية معانا بقى هي البول. البول كان جميل جدا، مساحته حلوة كبيرة، ما حسيتش فيه ان هو صغير خالص، لا هو كان مساحته حلوة. البار بتاعه كان حلو عليه كل المشاريب. العادات بتاعته كانت جميلة، وعاملين تندة كبيرة عشان محدش يعني يتضرر من الشمس وكده. بول حلو جدا. بس انا شايف ان في عيب واحد، العيب معرفش هو ده في الفندق ده ولا في كل ولا في المنطقه ولا انا الوقت اللي انا كنت فيه مش عارف، هو ان البول كان ساقع جدا. الميه بتاعته كانت متلجه، فما كنتش بستحمل اقعد فيه اكتر من نص ساعه ساعه بصراحه. يعني ده كان اخري في البول كله. ده تقريبا الاربع ايام اللي قعدتهم ما قعدتش في البول اكتر من نص ساعه ساعه في الاربع ايام كلهم. فكان البول ساقع جدا وما كنتش اتبسطتش فيه، اتبسطت في البحر اكتر. بس برضه لو انت من هواة حمامات السباحه فانت حمام السباحه ده عاجبك قوي. اما بقى النقطة اللي جاية معانا فهي المطعم، اللي كلنا برضه بنهتم بالحتة دي قوي وبننتظر عايزين نشوف رأي الناس في المطعم وفي الأكل ايه. أنا أحب أقول لكم المطعم للوهلة الأولى هتخشوا مطعم كبير جدا، بس البوفيه هتحسه صغير جدا. البوفيه هي حتة كده مربعة حوالين داير، هو ده بس البوفيه. يعني البوفيه ما كانش فيه تنوع كتير من الاكل، كان عدد قليل من الاكل. بس اقدر اقول لكم الاكل نظيف جدا وطعمه حلو جدا، والاصناف طعمها جميله جدا. الميزه بقى في ايه بقى؟ ان هو احنا قعدنا، يعني انا قعدت 4 ايام في الفندق. في الاربع ايام كانوا كل يوم وجبه الفطار ثابته هي، لكن كان كل يوم الغدا مختلف. يعني غدا اول يوم غير غدا تاني يوم غير غدا تالت يوم غير غدا رابع يوم، العشاء نفس الكلام. كان في كل يوم بيختلف عن اليوم التاني. لكن في الوجبه نفسها ما كانش بتلاقي غير صنف او صنفين.
فهو ده انا كنت حاسه عيب، بس مقابله ميزه تانية. يعني انا كنت بخش مثلا في وجبه الغداء ما الاقيش غير صنفين ثلاثه اكل، والباقي بقى سلطات وحلويات، والسلطات والحلويات هم بروفيشنال فيها زي ما بنشوف في الفيديو اهو. الحلويات حلوه جدا، السلطات حلوه جدا، العيش، الفاكهه جميله جدا، كل حاجه حلوه. لكن لما بنيجي عند الاكل الرئيسي بنلاقي وجبتين، نوعين ثلاثه من الاكل، والباقي كله هو متكرر بتاع كل يوم. بس النوعين ثلاثه دول بيتغيروا في كل وجبه. في قلبه فيه عمرك ما هتخش وهتلاقي ان انت مفيش وقت، مفيش مكان ليك. لا، هتخش على طول هتلاقي مكان، المكان على طول نظيفه، الترابيزات نظيفه، الناس هناك بيخدموك حلو قوي. عايز شوك سكين اي حاجه تطلبها وانت قاعد تجيلك لغايه عندك. هتطلب مشاريب، عايزين بيبسي، عايزين سيفن، عايزين ميه، هتجيلك برضو لغايه عندك. قاعد كده تحس ان انت في مطعم بصراحه بروفيشنال قوي. والاكل بغض النظر ان هو مش متنوع في الوجبه نفسها، بس متنوع على مدار الايام. يعني انت كل يوم هتاكل اكل مختلف على مدار الغداء والعشاء. ينزلوا الشط وجود مورنينج جود مورنينج، ماشيين يصبحوا على الناس كلها ويضحكوا ويهزروا مع الناس كلها، ومقسمين نفسهم حلو قوي. يعني عاملين حفله على البحر، وعاملين حفله في المدرج بتاعهم، وعاملين حفله في البول، عاملين حفله في كل حته، رقصات، تمرينات، مش عارف ايه. الاغاني كانت عجباني قوي ان هي ما كانتش بتفصل من الصبح بالليل. اغاني اجنبي او عربي، اغاني فرفشه كده وجميله جدا شغاله طول اليوم. طبعا الاغاني دي كانت بتديك وهله حلوه، يعني بتديك احساس جميل. ما كانتش الاغاني بتقف خالص. هم ما كانوش بيبطلوا رقص، وما كانوش بيبطلوا هزار. كانوا بيعملوا غير حفلات الصبح، كانوا بيعملوا حفلات بالليل جميله جدا. كانوا بيعملوا زي مسابقات حلوه ما بين النزلاء. كانوا اللي عنده موهبه وعايز يعمل حاجه، يعني زي ما هنشوف مع بعض في الفيديو دلوقتي، في اصلا حد عنده موهبه الغنى حتى لو اجنبي، وكل اللي قاعدين مصريين هيدوا له فرصه انه يغني. واحده تانية بتحب ترقص، نفس الكلام هيخلوها ترقص. يعملوا مسابقات ويعملوا جايزه ويعملوا حوارات، حاجات جميله جدا. ففريق الانيميشن من احسن الحاجات اللي شفتها في الفندق دوت. في النهاية أحب أشكر كل الستاف وكل العملاء اللي شغالين في فندق بارادايس أبو سومة. أحب أشكركم وأقول لكم أنتوا ناس محترفة جدا، وأنتوا مكانكم بأمانة في مكان أكبر من كده بكتير. المكان مش أكبر حاجة، بس أنتوا بأسلوبكم وباحترامكم وبمحبتكم ديت أنتوا خليتوا المكان بتاعكم دوت من أحسن الأماكن اللي زرتها. وأنا بأمانة أنا قررت إن أنا لازم هزور الفندق ده تاني. فندق بالينا بارادايس ابو سومه ده انا حسيته مش مجرد فندق رحت قضيت فيه اجازه زي كل الفنادق، لا انا حسيته ان مكان، حسيت بقى فيه انتماء بيني وبينه، وحسيت ان انا لازم اهزره تاني وتالت ورابع وهروحه كتير. انا حبيت المكان جدا. بارادايس ابو سومه، الصفحه الرسميه بتاعتهم باسم بارادايس ابو سومه زي ما هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشه. خشوا ابحثوا عنها على الفيسبوك، اتفرجوا على الصور واتفرجوا على الفيديوهات واتفرجوا على الحاجات اللي بينزلوها. هتلاقوا فيه رقم واتساب ممكن تتخاطب معاه وتحجز معاه. السعر حلو جدا جدا جدا، من ارخص الفنادق اللي ممكن تشوفها في الغردقه، في مقابل خدمه جميله جدا جدا. بكده انا خلصت. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، وما تنسوش لو اول مره تشوفوه هنا تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو. وشكرا، سلام.